السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة في صورة سؤال وجواب. سؤال بيدور في بال حضراتكم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرد عليه. لو في واحد مثلا عنده من سن 14 ل 18 سنة اهمل في اسنانه وتسوست وما راحش للدكتور بدري، بدأت السنان تتسوس وتتكسر لحد ما بص لقى مثلا 3 ضروس جنب بعض عايزين بقوا منهم جذور، وراح خلعهم. الدكتور قال له محتاج تعمل تركيبة. الأفضل في الوقت ده إن هو يستنى لحد ما يعدّي 18 سنة عشان يبدأ يعمل bridge أو كوبري، عشان يبدأ إيه، يركّبه كويس. هو السِن الأفضل إنه يكون عدّى 18 سنة، إنما هو لو ركّبه قبل كده هتبقى عايز أقول لك إيه، مش مناسب ليه. فأنا عايز أقول لك برضه نصيحة يا ابن الناس، إن أنت تطلع برضه في الأول تحاول دايمًا بقدر الإمكان إنّك أنت تهتم بدروسك، عشان لمّا ييجي واحد يكون عنده إذا كان ما كمّلش 18 سنة وخالع 3 دروس دايمة و3 دروس ساعات في مناطق ممكن بيمضغ عليها من الضرس الخامس ورايح لورا، فأنت عايز كده يعني. أُمّال الناس الكبيرة مثلًا تعمل إيه؟ ما أنت كواحد صغير زي كده مشكلة، هتبقى أنت ماشي بتركيبات في سِن صغير زي كده، وأنت لسه ما دخلتش في العشرينات، أو أو لسه مثلًا 16 سنة 17، فلازم تخلّي بالك من الحاجات دي كويس. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.